بعد فشل الزمالك في تحقيق أي فوز في 2023 وبعد ظهور أدائه الحقيقي أمام جمهوره وتحت راية الفار، هقول لك مرتضى منصور بيخطط لإنقاذ الزمالك إزاي والأهلي بيلعب في كأس العالم. أنا عايزك تسمع الفيديو ده لو أنت أهلاوي، علشان والله كل حاجة بقولها لك حرفيا بتحصل. فاكرين لما قلت لكم هيحاولوا يشيلوا كلاتنبرج؟ النهارده اتشال اهو، اقاله او استقاله كلاتنبرج رئيس لجنه التحكيم. طب هيعينوا مين؟ حبيب الزملكاويه محمد فاروق او عصام عبد الفتاح. النهارده الفيديو ده هقول لك خالد الغندور في برنامج زملكاوي بيقول ايه، وجمهور الزمالك الطيب الغلبان اللي كان بيشتم لعيبته النهارده في المحله، لعيبه كذا يا ولاد الكذا، للاسف بيسمع برضه. رحيل فيريرا ده ديكور، وسما نبيه عودته برضو ديكور، لكن خلف الكواليس مع رئيس اتحاد الكورة ووزير الشباب والرياضة الزملكاوية خطة شيطانية لعودة الزمالك من الدور الثاني. ما هو ما ينفعش الزمالك يقترب من الاسماعيلي، ده احنا كنا لسه هنشجع نعمل هاشتاج ونقول انقذوا الاسماعيلي والزمالك، لا لهبوط الاسماعيلي والزمالك. الزمالك تحت رعاية الفار خلاص بيقترب الى الهوية، ويا رب يفضل السنة دي لو في عدالة تحكيمية زي اللي بنشوفها كده الزمالك اخره سادس او سابع. صدقوني اللي هيحصل يا جماعة عقب انشغال الاهلي في كاس العالم هيتم اعداد وتجهيز حكام على هوا مرتضى منصور. خدها مني، ما اللي بقولك عليه بيحصل. ارجع على الفيديوهات ورا في القناه هنا هتلاقيني بقول لك كل حاجه. هيجهزوا حكام بيرضى عنها مرتضى منصور زي الصباحي وغيره وغيره وغيره. اما عن الاهلي فحكم مباراه الاهلي والبنك الاهلي احمد الغندور. الغل الحقد يا راجل، ده كان رايح عايز يطرد السيد عبد الحفيظ علشان بيقول له يا كابتن يا كابتن يا كابتن الكرة لينا، ده اللاعب اللي وقع لوحده، احنا رايحين هجمة، ازاي فاول عليا وانا رايح هجمة؟ ده المفروض المدافع هو اللي هيبقى عليه فاول. فالشغل بتاع مرتضى ولو يدراع على اتحاد الكرة هيشتغل تاني. اللي هيحصل ان هيحاولوا يدفنوا اي مشاكلهم عن طريق تهديد القنوات والبرامج الرياضيه. ما انتم مش شايفين الحرب الشرسه ما بين مرتضى منصور وشوبير، مرتضى منصور واسلام صادق، مرتضى منصور محمد شبانه، مرتضى منصور اي واحد بينتقد الزمالك في برنامج النهارده من الدور الثاني هتلاقي صم من بوكمان. دي الحل الوحيد اللي هيخلي الزمالك يرجع تاني. لكن كملعب الزمالك عجز عن تحقيق 6-7 مباريات خارج ارضه. الانديه الجماهيريه بتعرف ازاي تكسب الزمالك. وخالد الغندور النهارده في القناه قدامي حاليا بقول لك ايه، ارجع لماتش الاهلي. ارجع لماتش الاهلي، كره امام عاشور ما اتحسبتش وفضل يقول لك لاتنبرج جاي يخدم الاهلي. طيب لو حسبناها كده بقى يا عم خالد الغندور، يعني قبل كليتنبرج الاهلي ما كانش واخد الدوري؟ انت نفسك ما خدتش الدوري؟ ادعوا لاحمد مجاهد، ادعوا لغيره. حسين لبيب لما طلع قال ما هو اللي عمله حسين لبيب وطلع صرح بيه بعد انتهاء مجلسه، قال لك انا كلمت احمد مجاهد انه يضغط الاهلي. فده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل. لكن ما تخافوش على الاهلي، خافوا من التحكيم ضد الاهلي، لان الاهلي دايما بمنحدر، ودايما الاهلي بيقدم اللي عليه والمردود الطيب اللي جمهوره متعود عليه. الحمد لله احنا الاول بنقول للي تحتينا حرك شفايفك عشان مش شايفك، حرك شفايفك عشان مش شايفك. عندنا رئيس محترم بيعرف يلم على فرقته، ما بيتهمش حد انه محشش وبتاع والكلام ده،
على عكس الناحية التانية، الزمالك يا جماعة ظهر على مستواه أو بمستواه الحقيقي، فما تحطوش الأهلي في جملة مفيدة. إن شاء الله الدوري أهلاوي، وبإذن الله تعالى أتوقع فيوتشر هيكون التاني، والحصان الأسود يا بيراميدز يا الزمالك، إن لم يكن المقاولين العرب كلمة أخرى. بشكركم جدا، وإن شاء الله للقاء آخر في فيديو آخر. دمت في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.